أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من حصتكم الرياضية الأسبوعية داخل ديزويت، والتي سنخصصها لأبرز أحداث هذا الأسبوع وكذا الأسبوع المقبل، على اعتبار أن الأسبوع المقبل سيكون على موعد مع ندوة وطنية على مدار يومين للنهوض بالكرة الجزائرية. سنتطرق إليها في عدد اليوم. سنعود للحديث حول كرة القدم القاعدية والرابطات مع ضيفي الكريم لهذا العدد، وترشيح عضو المكتب الفيدرالي ونائب رئيس الفاف بشير ولد زميل لعضوية المكتب التنفيذي للكاف. هل هذا هو الخيار الصائب أم خيار خاطئ؟ ونقاط أخرى ستكون محور النقاش مع ضيوفي الكرام لهذا العدد، كل من سيد عمار بهلول عضو المكتب الفيدرالي في أول إطلالة إعلامية في بلاطو. سي بهلول، مرحبا بك. مرحبا، السلام عليكم. طبعا صحيح أن أولى إعلامية في قناة أولى جزائرية هي النهار. شكرا على هذه الدعوة. الله يخليك سي بهلول، مرحبا بك. والزميلين الإعلاميين اللي تعودتوا عليهم، زميل إعلامي بيومية الخبر رفيق وحيد، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة وأهلا مشاهدي قناة النهار. شكرا رفيق وحيد. والزميل الإعلامي بقناة النهار كمال المهوي، مرحبا بك. مرحبا بك ياسين وبضيوفنا الكرام. شكرا كمال المهوي. مشاهدينا الكرام، سنبدأ مباشرة الحديث حول المكتب الفيدرالي وما تحقق على مدار 10 أشهر، إلى جانب الحديث عن كرة القدم القاعدية وهي الأساس للكرة الجزائرية، مع ضيفي الكريم سي عمار بهلول. قبل ما نتحدثوا على الحصيلة تاع المكتب الفيدرالي، نتكلموا على المهام تاعك كعضو مكتب فيدرالي مكلف بالرابطات. شوفوا عمار بهلول، اسم صعد بسرعة وأضحى رقم صعب في المكتب الفيدرالي، كنت تعطينا يعني السر وراء ذلك. طبعا والله بكل تواضع، إنسان شاء الله أن أكون في المكتب الفيدرالي. جيت من ولاية ربما صغيرة، ولاية الطرف، لكن هذا ما يقاس يعني. لكن الولاية عزيزة، صغيرة لكن عزيزة. طبعا عزيزة وتاريخية، ما تنساش. صحيح، ما تنساش الطرف. تحياتنا لكل سكان طرف القاعدة الشرقية وخط شالو موريس، وهذا لابد أن صحيح نرجع شوية ولو السياسية. معليش. طبعا هي بعدما تكليفي من طرف السيد رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم للتكفل بالرابطات، أعتقد هذا أنا شخصيا كنت أنوي باش أتكفل بهذه المهمة. لماذا؟ لأن الرابطات منذ مدة كانت لي علاقة بهم يعني جيدة، وكان التواصل كان مستمر حتى في السياسة القديمة، وكنت أعرف جيدا دواليب الرابطات وكيف كان يسيرون يعني في المدة الماضية. ولذلك كانت لي أفكار كبيرة، وأنا ما يخفاش عليك بأن مهنتي يعني في التسيير 32 سنة في التسيير، ولذلك قلت نساهم بقدر ما أستطيع أن ربما أغير شيء في اتجاه صحيح، وهو الأداء الحسن على مستوى صحيح. الرابطات. سي بهلول، راح نتكلموا بالتفصيل على الرابطات، خلينا نتكلموا حول شخصك. دخلنا للديزويت بكل صراحة، احنا ما عندناش لغة الخشب هنا. هل استغل بهلول، لأنه يوصف بهلول على أنه أحد الأذرع القوية ولا المقربين من رئيس الفاف خير الدين زشي في المكتب الفيدرالي، بكل صراحة هل استغل عمار بهلول بين قوسين ضعف نائب رئيس الفاف للتقرب ولا يكون عنده مكانة قوية عند رئيس الفاف؟ أبدا، هذه قناعة. أنا لما شاء القدر نشوفوك حاضر بقوة في ظل غياب نائب رئيس الفاف. بقوة لأن الفيدرالية عبنا الإرث، عبنا مسؤولية كبيرة، وأنا شخصيا لم أترك المساحة لكي ربما يأتي يوم نكون في قفص اتهام بأني ما قدمت حتى شيء. ولذلك مهما حاجة تمشي في اتجاه صحيح للفيدرالية سأكون حاضر بقوة وبأفكاري، مع احترام كل شخص. إذ كان تقصير من بعض فأنا لابد أن أغطي الشيء هذاك. ولذلك ربما البعض يقول بأنك الأذرع الأيمن للسيد رئيس الفيدرالية. أعتقد أن من أشخاص ولا من الأشخاص الأولين لما مد يده ما كنت قبلت بدون تردد. ما كنتش عامل حسابات، ربما حسابات مثل البعض أن ربما نخشى من شيء، لكن جيت بقوة كذلك معاه، وهو على علم بأن قال لي غدا الثانية لما نلتقي، قلت مرحبا، قلت وأنا سأكون عندك في الوقت. ولذلك كانت عندي قناعة شخصية
الشخصيه باش نساهم في الفيدراليه، خاصه على راسها السيد رفيق واحد يحب واحد الروايه يقول لك انت خيروك ولا اختارك زدتي؟ مساند قبل خيروك تحبوا صراحه؟ بكل صراحه. بصراحه والله ما خيرني واحد صراحه. انا كنت لا فهمت انت فهمت خيروك فاهم او كلش. اختارك رئيس الفرق، عادي انه رئيس الفرق هو اللي يشكل المكتب. فاهم كلش. والدليل على ذلك ان لما وصلنا واخي وحيد كان في اتصال مباشر معايا في الاقتراع، وكان هو من ربما المتحمسين، ولقيت ان عنده تشجيع كبير باه نروحوا للتغيير، ما نقولش باه على شخص ومش على شخص ولا حاجه. ولذلك حتى في الانتخابات اعتقد باللي اغلبيه الرابطات مشاو مع باش في التغيير هذا الجديد. ولذلك انا لما كن اختياري من اي سوى لما ناداني رئيس الفيدراليه قال بمعنى اختارك زدتي ما خيروك. باه نكون مرشح. المفروض انه يخيروا رئيس الفاف لانه الانتخاب على القائمه. صحيح. من المفروض. رفيق واحد ممكن سي عمار بهلول كان دبلوماسي نعرفوا لانه زملائه في المكتب الفيدرالي. شوفوا عمار بهلول يعني قوي من الناس اللي اقوياء في المكتب الفيدرالي. هل لانه نائبه رئيس الفاف يعني كما طرحت له السؤال ضعيفان؟ ما كاش بكل صراحه. لا ما كاش قراءه الا هذه. يعني هناك كان خلاف في التفاهم بين النائب الاول ربو حداد في عده مرات مع رئيس الاتحاديه. كان هناك عدم تفاهم بين النائب الثاني واللي غاب لعده اجتماعات المكتب الفيدرالي اللي هو بشير ولد زميلي. كاين عده اعضاء ما عندهمش حضور، ربما ما عندهمش حضور. اسكو ما يسامبليك با ما في البيرو فيدرال، اسكو جو سي با الخيار ما كاش خير الدين زدتي. كاين دو و تروا اللي حاضرين، كاين رئيس الاتحاد وكاين عمار بهلول وكاين ان تروازيام. يعني ما نشوفوا اللي كان في المكتب جاي زفزاف راهو خرج يعني جبد اون برانسيب ما يوليش يجي لاجتماعات المكتب الفيدرالي. جو بونس اسكو سي عمار بهلول صاب يعني الثغره وراح فرض نفسه كخيار وحيد على رئيس الاتحاديه، لانه انا معتقد بانه عديد من اعضاء المكتب الفيدرالي ما عندهمش حماس، ما عندهمش رغبه انهم يعملوا. ربما كاين 2 ولا 3 متحمسين لهذا المكتب الفيدرالي. لذلك ربما الرئيس زدتي صاب روحه مفروض عليه انه تكون الذراع الايمن ديالو. صحيح. كمال مهوي في نفس السياق المكتب الفيدرالي باستثناء رئيس الفاف خير الدين زدتي عمار بهلول اسم او اسمين على الاكثر. مكتب فيدرالي متكون من 13 عضو. نشوفوا انه الحركيه ولا النشاط على الميدان مقتصر على ممكن عضو او عضوين. باقي الاعضاء واش راهم يديروا؟ السؤال اللي نطرحوه. اكيد ياسر، لكن انا حبيت نولوا شويه للوراء يوم الانتخاب، لانه سي بهلول كان من الاوائل اللي دعموا خير الدين زدتي ضد محمد روراوه حتى قبل اليوم 20 مارس يوم الجمعيه العامه الانتخابيه. لذلك هو يثق فيه، لانه ليس كما بعض الاعضاء اللي كنقولوا ركبوا الموجه بعد منتخب زدتي اللي ولا يقولوا يظهروا بالمساندات تاعهم والولاء تاعهم. وحنا عندنا امثله، الناس راه اليوم بالمكتب الفيدرالي كانت رافده كلنا روراوه، والناس كانت تعمل مثلا شفناهم. عندنا الصوره لو كان يعطي عندنا المخرج بكيري رئيس الناس حتى الان في 13 عضو اللي تقول فيهم الناس ما كاش اللي راه يخدم، من انه الناس عندها ارتباطات سير بوحدد مع اتحاد العاصمه وتزميلي ومع تنصر حسين ايضا جانب سياسي. حنا نتكلموا على 10 اشهر من تواجد في مكتب فيدرالي. هذه هي اكبر خطا اللي راه اكبر خطا اللي راه واقع فيه خير الدين زدتي، انه عنده مكتب فيدرالي ضعيف جدا. شفنا التسريبات تاع الاجتماعات، شفنا قرارات نقولوا ارتجاليه من ما عندها حتى خلفيه، لانه اليوم قلناها زدتي عنده اعداء خارج المكتب الفيدرالي في محيط الكره باش ينقي المحيط، وايضا عنده اختلالات داخل المكتب الفيدرالي. اليوم المهمه تاعو راهي صعيبه، لذلك مر 10 اشهر مازال ما صار حتى تغيير ومازال ما جاش حتى اضافه. صحيح. فقط سي بهلول باختصار. هذا قال سي بهلول تكلمت معاه قبل ما يروح رونا، كنت يعني نتحدث معه ساعات على واقع الكره ونعطي رايي بصراحه. كنت نتحدث عده مرات في الهاتف. لونجاجمون تاعو باش يكون تغيير كان واضح بدليل انه كان يستعد انه يترشح مع محمد العايب كي طرحوا اسم محمد العايب. هو كان مع التغيير، كان حاب يكون تغيير وكان حاب يكون في المكتب الفيدرالي. لكن بقيه الاعضاء اللي راهم حاضرين اليوم سيتي با لو شوا تاع خير الدين زدتي. نعرفوا كلنا انه القائمه تم اعدادها على مستوى وزاره الشباب والرياضه. صحيح. سياسيين سي بهلول في نفس السياق. سياسيين وضح. انا كعضو مكتب فيدرالي
اليوم محكوم عليا باش ندافع على اعضاء المكتب الفيدرالي متواجدين معايا، ووضح بان ربما النشاط تاعي كان مع زميلي غوطي محمد اللي ما نساوش، هو ان النشاط تاع الرابطات هو كبير جدا لانه متعلق مع كل رابطات الوطن اللي هي في حاجه الى ذلك. ما نساوش كذلك ربما كاين اعضاء مكتب فيدرالي كذلك اللي قاعدين يقدموا شيئا كما وانا في المنصب اللي راني فيه لابد ولا بد، وهذه هي المهنيه، لابد ان ندافع عن المكتب الفيدرالي باللي لكن تدافع على الحق. ندافع على الحق اخي ياسين. ربما اعضاء لم يكن ما تكونش عندهم في اللجان تاعهم مهمه اللي نجم يبرزوا فيها، ولذلك ربما يبانوا وكأن ما همش ينشطوا. تقول لي نائب الرئيس الثاني والنائب الرئيس الاول ولا الثاني، انا نقول في جميع المؤسسات في جميع الهيئات الانتخابيه ان النواب ما عندهمش يعني لا النواب نعطيك السي بهلول مثلا، السي بشير ولد زميلي تم تكليفه بترأس المنتخبات الوطنيه، لماذا لم يقم بالدور تاعو؟ غاب عن سفريه الكاميرون. لماذا لم يقم بالدور تاعو وبعد ذلك طالب باعفائه مجددا؟ صحيح. سير بوحده، احنا مع كامل الاحترام حتى نوضحوا، لانه الناس ممكن يقولوا لنا ولا يتفاعلوا معنا يقول لك انك احنا ما نصفوا ليست تصفيه حسابات شخصيه، احنا نحترموا سير بوحداد والسي بشير والزميلي، لكن سير بوحداد السي بشير والزميلي واش هو الدور تاعكم؟ انتوما هما الرقم الصعب وراء رئيس الفاف. نتكلموا على بشير والزميلي، اعطيت لك مثال، كان مسؤول المنتخبات الوطنيه، لماذا ما قمتش بالواجب تاعك؟ لابد ان يتدارك ذلك، لابد ان يعلم لما رئيس الفيدرالي يكلف بعضو مكتب فيدرالي بمهمه، اما ان يؤديها على احسن ما يرام، واما ان تكتب عليه التاريخ انه كلف بمهمه ولم يديها. هو كلف، انت عضو في المكتب الفيدرالي. كنت حتى عضو في لجنه تسيير الفريق الوطني، كنت معاه انا، كان زميلي متحدث وكان عضو اخر اللي متكلفين في شؤون تسيير. ولكن هذيك الفتره اتت على الفتره تاع الكراز، وكانت الامور شويه. لما جاء التغيير هذا تاع اللجنه التقنيه هذه الوطنيه مع المدربين الناخب الوطني، اعتقد بان الامور تغيرت، لان كنا في وضعيه نجم نقولوا ازمه، والازمه تطلب ان يتدخل اعضاء من المكتب الفيدرالي حتى ربما يحصروا كل المشاكل. لكن سي بهلول، واش هو الدور تاع هؤلاء الاعضاء الى ما همش يقوموا بعمل ميداني؟ انت تقول انه كنا في اللجنه لماذا ما اشتغلش اللجنه هذه؟ اللجنه ما اشتغلتش لان جاء في انذاك جات التغيير تاع الناخب الوطني والمديريه التقنيه، ولذلك كان نقول هناك منظومه اخرى جديده تاع تسيير تاع الفريق الوطني، رغم ان في المحضر ما زالت. صحيح. سي عمار بهلول، لو نعرج الى حصيله المكتب الفيدرالي بعد حوالي تقريبا 10 اشهر، تغييرات، استقالات، اشاعات بالجمله، نشوفوا انه القبضه الحديديه ما كاش، هل تعتبر الاداء تاعكم الى حد الان اداء سلبي، حصيله سلبيه، ام انه ترى كعضو مكتب فيدرالي الامر بوجه مغاير؟ انا نشوف فيه وجه يعني مغاير تماما. لماذا؟ لانك متواجد في المكتب. لا 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 لا, لا مش سأبرر ذلك. أنا أتحدى أن كل ما يكلف بمسؤولية كمسؤولية حجم الفيدرالية الجزائرية كرة القدم والإرث والتراكمات اللي كانت في الفيدرالية، أن تقدر تشكيلة مهما تشكيلة اللي تكون ما تقدرش يعني تقاوم باش تنجم في أقصى وقت تبرهن وتبرز باللي هذه المكتب الفيدرالي أتى بجديد. لكن مع ذلك أعتقد أن صحيح أن هناك ربما، وهذا الجميع يعلم حتى رئيس الفيدرالية يعلم، ربما كانت إخفاقات ربما فيما يخص، وهذا فيما يخص اختيار ربما تاع المدرب الكراز. لكن مع هذا لازم ما نبقاوش، أنا الشيء اللي قاعد نتحير منه هو أنه التركيز كامل على الفريق الوطني. أعتقد الفيدرالية أكبر من ذلك. الفيدرالية هي كرة القدم على مستوى جميع المستويات، هي كرة الهواة، هي ربما الفريق النخبة تاع الفريق الوطنية. هناك أنا نقول لك رقم قياسي في نزول رئيس الفيدرالية للقاعدة، لازم هذه نعرفها. ولماذا النزول؟ لما تشوف رئيس الفيدرالية ينزل حتى الهواة، لماذا؟
لأن من الضروري المرض هناك لأن من الضروري أن نرجع إلى العمل القاعدي، من الضروري أن نرجع إلى الرابطات، من الضروري أن نرجع للجان المديريات التقنية الولائية اللي كانت ربما نحات تماما من تنظيم الهيكلية تاع الفيدرالية. ولذلك من مستحيل أن النتائج تنجم تبرز في 6 أشهر ولا 7 أشهر. صحيح. هل تتفق مع هذا الطرح رفيق واحد؟ أنت دائما تنادي ولا تؤكد على أنه هناك أداء سلبي للمكتب الفيدرالي. اكيد انا يعني باحتراماتي سي عمر بهلول، هناك اداء كارثي للمكتب الفيدرالي في ظرف 10 اشهر. انا لا اريد المقارنه بين المكتب الحالي والمكتب السابق. بعيدا عن المقارنه، السابق عنده عيوب كثيره جدا، لكن نتحدث على المكتب الفيدرالي الحالي من 20 مارس الى يومنا هذا. هناك عده مشاكل حدثت. اولا عندي الناخب الوطني اللي نتحدث عنه، وعلى بالك بلي الناخب الوطني الاول الكراز ما تمش اختياره بطريقه قانونيه، وما تمش استشاره اعضاء المكتب الفيدرالي ولا المديريه الفنيه الوطنيه، وفرضوا عليكم، وفي اخر المطاف تمت اقالته. هل تم فرضه؟ لا ابدا. انا نعطيك ما ولو خويا ياسين، ربما دخلت انا في موضوع اللي ربما ماهوش بعيد. لا لكن فيما يخص تاع نكونوا واقعيين، فيما يخص تاع القرار، احنا كلفنا بحكم الوقت، كلفنا رئيس الفيدراليه مع العضوين النائب الاول والنائب الثاني نظرا للوقت كلفناهم بالمهمه، لكن باعلامنا تطورات فيما يخص هذا تاع الاختيار تاع هذا الشيء اللي تعمل في طرح لك سؤال. لو شوا تاع لونترينور ان سيليكسيونور يجب اشراك الفنيين لي تكنيسيان، سي سا لا دي تي ان. شوا تاع مدرب وطني على الاقل يشرك لا دي تي ان. هل قام زوتشي بهذا الاجراء؟ ما قامش بهذا الاجراء الى اخر لحظه، ولا واحد فيكم وحتى الاعلام ما كان يعلم شكون هويه المدرب. فاذا به يجلب مدرب اسباني يقول لك لا رفيق اسمح لي برك، انا نشوف باللي ان المدرب ماشي لازم يخيروه المكتب الفيدرالي، لانهم كل واحد عنده انطاش. لا ما تصراش هكذا. المديريه الفنيه راني معاك، المكتب الفيدرالي لا. اسمح لي معليش، خليني نكمل. لارتيكل 36 من الستاتيو تاع لا فيدراسيون، بارمي لي كومبيتونس تاع البيرو فيدرال، المكتب الفيدرالي، هو يعين ويقيل المدرب الوطني بناء على اقتراح رئيس الاتحاد. اوكي بهذه الطريقه، يعني رئيس الاتحاد يجلب لكم المدرب، قال توافقوا عليه ولا ما وافقتوش، في اخر المطاف ما جاش على المكتب الفيدرالي. مي افون باش نلحقوا الخيار تاع المدرب الوطني يجب اشراك لا دي تي ان. لماذا؟ وريسبكت لا بروسيدور، لانه لا دي تي ان تعطي لك الخصوصيات الفنيه لهويه المدرب الوطني. ثانيا واش نعيب عليه؟ واش نعيب على البيرو فيدرال اكتويل؟ الدوس على القانون كما كان حاصل في العهد السابق. اوكي نعطيك بروف لابوي. l'article 71 alinéa 2 alinéa 3 من الريغلومون جينيرو تاع الفوتبول اماتور، يقول صراحه القانون واضح، يقول صراحه انه فريق يسقط رياضيا ما يتمش انقاذه. انقذوا فريقين. الينيا 3 مسيو بهلول واضح القانون، يقول ان جروب موان دو 12 سي ان شامبيون ا بلون، اور كو ما طبقتوهاش. ثالثا عندكم لو كات تاع اتحاد، هذه كلها خروقات قانونيه ما تقدرش تتخبى لي مور لارمونيزاسيون، لانه من صلاحيه البيرو فيدرال انه يقترح مشاريع قوانين على الجمعيه العامه اللي هي تشرع. يعني المكتب الفيدرالي يقترح القوانين والمشرع هو الجمعيه العامه وليس المكتب الفيدرالي. ثالثا نكمل لك، المكتب الفيدرالي هو اللي راهو شرف الجمعيه العامه من المكتب السابق. لا جو ريغريت، اسمح لي هنا جو ريغريت، المكتب السابق هو هذا التجاوز صرا في المكتب السابق، ماشي الان هو نفس على نفس النهج. التجاوز اسمح لي خلينا حتى نعرفوا 2011 المكتب السابق اللي كان رئيسه راوروا دوموند على لاسومبلي جينيرال اللي كنت انت عضو فيها السي بهلول انه تتنازلوا على صلاحيه التشريع للمكتب الفيدرالي، وانتم وافقتوا، وكان هذا خطا باسكو المشرع الجزائري دار هيئتين التنفيذيه والتشريعيه وانتم دمجتوهم واعطيتوا الصلاحيات الروراوا. لكن هذا الخيار يسقط بنهايه عهد روراوا. يفالي الى حبيتوا ديروا وانا مانيش موافق على اجراء كيما هذا، يفالي زاد يروح لاسومبلي جينيرال ويطلب منها بنفس الطريقه طلبها روراوا، ما تمشيش. ثالثا نكمل برك لو ديتاي هذا، قلتوا انتم وعندكم الحق بيان سور، اتحاد البرج اللي ما لعبش اون سيزون القانون يولي للولائي. Vous avez entièrement raison. وي القانون يقول اللي ما يشاركش في عام واحد يوناني ابلون يروح يبدا من الدرجه الاولى من تحت. بوركوا هذا القانون ما طبقتوش على انديه رابطه ولايه سعيده؟ طبعا لماذا ما تطبقش؟ ستكون الاجابه. تفضل سي بهلول. شوف عبالي باللي هذه اسئله طرحت
وانت كنت من ربما حتى في قريتها وشفتها، تعلم جيدا لو تركنا الحالة كما عليها. أي حالة هذه في كما قلت قوانين هذا كذا احنا، لكن لا يمكن تدوس على القوانين. استنى تحت أي مسمى لا يمكن تدوس على القوانين. شوف الدوس على القوانين. المكتب الفيدرالي لقى وضعيات ما احناش هم متسببين عليها، لأننا أنا تمنيت لما كان قرار تاع المكتب الفيدرالي السابق، لما اخذ قرار بأن كل الفرق اللي كانت ما تنشطش، تمنيت انا ذاك تقوم قيامه لماذا اختراق القوانين ولا حاجه، واللي لقينا كي جينا احنا لقينا روحنا هنا في شيء. قامت القيامه في وقتكم فقط. انت في العهد السابق. يعقل لما فرق ما تنشطش موسم كامل وناخذوا قرار بحكم ما باش يرجعوا الى القسم الذي هو فيه يبقى فيه برج، هذا يعقل. هذا واحد ما تكلم وواحد ما هدر، ولو تكلموا ماهيش هذه القيامه. لكن اليوم لما المكتب الفيدرالي يلقى وضعيه امامه، لابد ان يخرج من هذه الوضعيه. نخرج من وضعيه كتقول لي قوانين تاع رياضه كره قدم، صحيح ان لابد احنا نتحكموا الى القوانين، لكن كان وضعيه لابد. هل نترك جهوي سعيده كما يقول الاخ رفيق اللي عندها 9 فرق كانوا ما همش ينشطوا خلاف في الموسم كامل، هل يطلع نخليه ان جهوي سعيده يلعب جهوي ب 10 12 فريق بينما الجهات اخرى تلعب 16 و16 و16؟ ولذلك كاينه حاله استثنائيه، ولا بد ان المكتب الفيدرالي ياخذ قرار شجاع، ولو وانا معاه حق نشاطره فيما يخص هذه تاع الواحد. لكن المصلحه وين؟ المصلحه ان سعيده اليوم عندها 48 فريق كما الجهويه كل كما قسم الجهويه الاخرى. ولذلك معليش ان في المستقبل لما نتاقلموا ولما نديروا ما نرجعوش الى الامور هذه. سيبالو يعني قاطعك هذا معليش، احنا رانا في الدوس على القانون. قلت لي كاين قضيه يعني حاله استثنائيه وراني معاك. تم انديه مخلفات في المكتب السابق. مانيش حاب نقول هذا الطرح ونقوله لك. اذا اللي مع في على القانون نعدلوا بين الناس. مانيش مع الدوس على القانون من المبرر، انا حتى المبرر ما نتقبله، ولكن اذا لحقتوا هذه القناعه واني مانيش نشاطرك فيها ونسلكوا وي كلوب من لا ليغ دو سعيده بحجه انه ما تقدرش يصير ديزيكيليب، يا خويا نعمم على كل الانديه. لان لو كان اتحاد البرج مثلا اداريا تابع لسعيده، لو كان اليوم يشملوا لان اخ رفيق سي لي دو بوين دو ميزور. اخ رفيق نعطيك قضيه سعيده في اجتماع مكتب فيدرالي. تركنا نظرا للمشكله العويصه تاع جهوي سعيده، تركنا الافضليه وتركنا الحريه التامه لرئيس الجهوي سعيده ان ياتينا باقتراحات كيفاش يشوف تنظيم البطوله. ولو تقول لي ما شاطركش نقول لك هذا هو صحيح. سي بهلول في نفس السياق طرحت قضيه مهمه، انه الجميع سكت في عهد سابق ثم انتفض في العهد الحالي. نشوفوا انه المكتب الفيدرالي منذ بدايه المهمه تاعو والعمل تاعو انه يتعرض لحمله تاع تشويه ولا انتقادات لاذعه. هل بكل صراحه كعضو حالي في المكتب الفيدرالي توجه اصابع الاتهام للمكتب السابق ام اطراف مواليه للمكتب السابق؟ ابدا. انا نقول لك حاجه، احنا الحمد لله شكون هو ينتقدكم؟ اللي ينتقد ولو من جهه، لكن بالفضل المكتب الفيدرالي الجديد هذا سياسيين احنا جد مصرين لما الناس ينتقدونا ما نقفلوش الابواب، لانه علاش احنا قادرين نجوزوا كل الصعوبات. إذا كانت هناك ما زالت فئة ربما تتغنى لتزعزع المكتب الفيدرالي، أعلم اليقين باللي المكتب الفيدرالي في سنة ولا سنتين ستكون نتيجة، لكن ربما مازالوا يغازلوا على الرضيع. ستكون نتيجة إيجابية. لكن ربما مازالوا، لكن البداية متعثرة سي بهلول. لابد لأن ما يخفاش عليك. أنت كنت تقول من كل جهات انتقادات، من كل جهات انتقادات. هل يتمكن مهما فئة موجودة، ولو حتى هنا عندكم في الوحايد لما تكون انتقادات ياسر، هل تتمكن أن تعمل أنت بحرية؟ عبالك لماذا الناس لماذا هذه الانتقادات؟ لأنهم يظنون بأننا نبقوا في الانتقادات ونمشوا إلى الوراء. أبدا. الانتقادات أنا كنت أخويا ورفيق وحيد انتقد نقول له الإيجابيات نهزها ونخدم بها، السلبيات نخليوها، لأن هذا هو باش نتقدموا احنا، ولا يخفينا حتى أحد. والله احنا زيد نقول لك حاجة، نروحوا لك أبعد من ذلك، ربما راح نوصلوا لرؤساء الرابطات، راح نوصلوا يعني. احنا من مؤيدين
ان تكون معارضه قويه. كون ما تكونش معارضه قويه ما نقدروش انتم لما ساعات تجوزوا ملفات على الفيدراليه وتنتقدوا، هل احنا نقولوا علاش؟ لا، بالانتقاد. لو كن انتم كل جميع يبدا يغير يعمل لنا ويصفق لنا او نروحوا كل واحد ما يمنع. ولذلك ننتظر الانتقادات ونشوفوا لك الانتقادات بناءه نبنيو عليها ونمشيو لها. انا قلت نعطيكم الانتقادات افيك ارغيومون لابوي وما خديتوش عليها انت البريزون فيدراسيون. كان عندي مكالمه مع مسيو زوتشي ونحترمه كثير، يقول لي سي ميشونسي غراتويت، خلي رفيقك طايح عليه سي ميشونسي غراتويت. نعطي له بالدليل والقانون. افون في عهد روا جيتي بيان، كنت انا نعرف القانون. اليوم في العهد تاعو نفس المسببات نعطي بنفس الحجج يقول انت ماشي مليح. اعطيني ليكسبليكاسيون لوجيك اليوم باغ اكزومبل لو كا تاع كاك دو كوبا يبومرداس بحجه الهارمونيزاسيون. بوركوا؟ لماذا عفستوا على القانون؟ نقدر نقول لك انا اليوم اعضاء من المكتب الفيدرالي راهم في الفيدراليه يعني كاين كلمه حق يراد بها بطل لخدمه مصالح شخصيه. نقول انا كي ديروا تعفسوا على الارتيكل 71 الينيا 3 من القانون البطوله الهاويه، معليش نقول لك يقول با موان دو 12 تحت 12 فريق بطوله بيضاء. في ولايه الطرف كاين 7 نوادي. نقول هذا القرار في الولايه تاعو في الرابطه تاعو في الرابطه تاعك. اوكي الارتيكل الينيا 2 كيسلكوا لو كاك دو كوبا وبومرداس. نقول لك خدمه لفريق محسوب على اعلامي جزائري كبير. اوكي هادو زوج حاجات كي ياخذوا في البيرو فيدرال تفتح لو بري باغ اكزومبل. نقول لك خدمه لاكاديميه بارادو اللي تكون عده لاعبين، ومن الناحيه البراغماتيه رئيس الاتحاد من حقه انه يعني من المنطق انه يخمم كيفاش بمعنى يخدم المصلحه الشخصيه يسوق اللاعبين تاعو. لا قانون عالمي. معليش دوك نعطيك نهضروا على الاعاره برك تهضر على الليل. الاعاره موجوده في كل بطولات العالم في كل انديه العالم. في انجلترا نادي تشيلسي عنده 13 لاعب معار. اين لاعب في نادي كمان يعير 5 لاعبين ولا 3 ولا 4؟ باختصار شديد. عندي حاجه نتكلم برك معليش نرد عليه نرجع لك حاجه. تفضل سي بهلول باختصار. انا تمنيت وعلاش ما تكلمناش على الطرف في المواسم الماضيه كي كانت عندها 8 و9 ولا نتكلم عليها درك ولا ذنبي انا كنت في المكتب الفيدرالي. وعلى ما تكلمش على 9 رابطات منها تندوف ومنها 9 رابطات عندهم تحت 12، وعلى ما تكلمناش غير عليهم وعلى نتكلموا غير على الطرف. تعلم جيدا. لا انا اعلم جيدا. خليني نقول لك علاش نهضرك على الطرف. خليني نعطيك انا واش قلت لك. لماذا لا غير طرف. لكن انت كعضو مكتب فيدرالي سي بهلول لماذا يجب انك انت اللي تطبق القوانين. انت اللي انا نقدر نفهم. قلت لك سي بهلول قلت لك نقدر نفهم بلي اعضاء المكتب فيدرالي ام يشتغلوا الاتحاديه لتحقيق مصالح شخصيه. علاش جبت الطرف سي بهلول؟ انت باسكو انت محسوب على الطرف. لو كان محسوب على لماذا في المواسم الماضيه ما تكلمتوش كي كانوا بطولات تحت 12 على غير هذا الموسم رفيقك عبالك وانت ادرى بالشيء هذا. خلينا نهضر معاك. لماذا هذا؟ لان انا ما كنتش في المكتب الفيدرالي واحد ما يتكلم على رابطه الطرف. خلينا نهضر معاك. خلينا نتكلم معاك. انا مانيش نروح لك لو فون. انا على لا فورم. انا ما نهضرش على لو فون. انا مانيش تكنيسيان. انا نهضرك على لا فورم. نقول لك القانون واضح. يقدر عندك الحق موان في الصحراء ولا ما يقدروش يديروا 12 فريق. راني معاك. ما تقدرش. ليش راني معاك. ولكن اسمع المشرع الجزائري يعطيك قانون والقانون لازم نحترموه. ولا كاين عيب في القانون نغيروه بالاجراءات المناسبه. اليوم بالك كاين عيب. لكن واش نعيب عليك يا سي بهلول انكم كمكتب فيدرالي من حقكم تقدموا مشروع قانون للجمعيه العامه لاني سويفون نطبقوه باش تطبقوه توت سويت على وانديه ما تطبقوش عليه. هنا ما عندهاش اون اكسبليكاسيون اخرى من غير تحقيق. اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى الجزء الثاني من حصتكم داخل 18 مع ضيوفي الكرام لهذا العدد السي عمار بهلول عضو المكتب الفيدرالي والزميلين الاعلاميين رفيق واحد وكمال المهوي. عمار بهلول توقفنا في نهايه الجزء الاول عند النقاش اللي كان بينك وبين رفيق واحد حول يعني اللي سماه الظلم لبعض النوادي وبعض الرابطات. انت يعني حبيت تعطي يعني مبررات على انه التركه كانت جد كبيره. خلينا الان ندخلوا مباشره الى الرابطات باعتبارك مكلف بهذا الملف. سي بهلول نشوفوا انه تساقط للعديد من الرابطات، العديد من رؤساء الرابطات. احنا في حصه اليوم نطرحوا سؤال: هل الامر هو محاربه الفساد لانه النهوض بالكره الجزائريه يبدا من الاساس، ام نشتم فيها تصفيه حسابات؟ قال الرابطه اللي ماهيش مواليه ليا نحيها. شوف بوضوح فيما يخص
العمليه هذه اللي ربما تزامنت مع ربما بعض قضايا اللي خلات البعض يظن بان هناك انتقام ولا تصفيه حسابات. لابد ان نعرف ان المهمه تاع مكلف بالرابطات هو لابد ان نوصلوا الى درجه وان نلقوا امامنا حقيقه رؤساء رابطات في شد كما نقولوا المسؤوليه. العمليه هذه عمليه عاديه. لماذا؟ دوك نقول لكم عاديه. كاين ربما نزول اضطراري الى الرابطات وكاين نزول عادي. ربما هنا نمحو الى ربما اليزي قسنطينه بجايه ربما في المستقبل بعض من الرابطات. انا نقول كاين ما يخفاش عليكم باللي ملي حكمنا احنا الفيدراليه كاين بعض عده مراسلات تاتينا من بعض الرابطات، بعض الشكاوي من عده اطراف، من نوادي، من ولذلك احنا لابد ان تكون رد فعل. كاين لكن بديتوا بالرابطات اللي يجي لكم الدهامشي في قسنطينه بديتوا به لانه حاول الانقلاب على زدشي. لا ماهيش. انا قلت لك قبيله، قلت لك الزمن تصادف مع العمليه ولا ربما شيء اللي حدث انذاك. هل الفساد كان غير في قسنطينه وبجايه؟ لا انا نوضح. لماذا بديتوا في قسنطينه وبجايه؟ انا نوضح لك لماذا. لما شوف نهار المقابله تاع ليبيا قبل في الصيف التقرب تاعنا الى المكان هذاك خلى بعض شوفوا الفساد. لا بعض من اطراف جات وتكلمت معنا فيما يخص بعض الشكاوي، بعض رؤساء النوادي. انا سالت سؤال واحد قال لك احنا من قبل كان نكتبوا، كانوا يرسلوا الى الفيدراليه، لكن ما كانش يكون اجابه رد فعل فيما يخص ربما ما يتعلق بكل الشكاوي هذه. احنا فتحنا البيبان، فتحناها لكل الاطراف باللي اليوم لما ترسل حاجه احنا لابد ندقق من المعلومه ندقق عليها سواء بالنزول او سواء لما نشوفوا عن طريق المراسلات ولا حاجه. درك تقول لي قسنطينه كاين عده شكاوي. احنا لما نزلنا الى قسنطينه لتحري، احنا ما رحناش باش ما عندناش تصريح. لكن سي بهلول انت رئيس رابطه تاع الطرف وتعرف الدهامشي جيدا، 20 سنه هو رئيس رابطه في قسنطينه. هل انت كمكلف بهذا الملف كنت تنتظر الشكاوي حتى تعرفوا شو صار في الرابطه تاع قسنطينه؟ شوف جاوبني عليها سي بهلول. دهامشي كان الفيس بريزون تاعو هو غوتي، عضو المكتب الفيدرالي الحالي ورئيس رابطه امبواق الولائيه، وهو رئيس لجنه التحكيم حاليا. يعني كان فيس بريزون تاع دهامشي. يعني وتقول اسكو غوتي شكا من دهامشي ومن بعد راح ينكيت عليه. وهل دهامشي فاسد وغوتي ماشي فاسد؟ اسكو غوتي يقدر يكون جوجي بارتي؟ شوف نوضح لك دركا. غوتي كنائب رئيس تاع رابطه الجهويه، هل هو كان عنده على علم بما يجري فيما يجري في اذا لم يكن على علم كارثه سي بهلول. اذا لم يكن على علم سي وحيد هذه اذا كان على علم، حتى ولو كان على علم احنا كفيدراليه وانت تدرك جيدا لما ما تكونش عندك حاجه رسميه باش تتحرك. انا ما نجموش حنا كل نسمعوا واش قال فلان وقال فلان، نقول لك الرابطه الكل ولا مهما النوادي كل نحيوهم من الساحه. ولذلك حتى غوطي تبقى على الضمير تاع الشخص، ونقول لك الشخص تاع غوطي معايا ولا حاجه كان ربما بعض الامور كانت ما ينجمش. اسمح لي، انت تقول هنا جاتنا مراسلات شكاوى، احنا نبنيو على المراسلات. اذا كان اون تيرس بيرسون عندها شكوى على اون ليغ والفيس بريزيدون ماهوش على بالوش وصل لدار سي غراف. وزيدك حاجه سي بهلول، انا نتكلم بالقانون. انا في الطرح تاع ياسين الأصلوني قال لك هل هي محاربه فساد ولا تصفيه حسابات. ونقول لك اليوم انا اذا كانت لجنه العلاقات بين الرابطه هي اللي تحقق قانونا ما عندهاش الحق، وهذه تصفيه حسابات. لان القانون الاساسي تاع الاتحاديه ولوجيكمون كم مطلعين عليه الارتيكل 81 الينيا 3 يقول صراحه اذا كان الفاف لا فيدراسيون اي اتحاديه بيان سور ويتماشى مع المرسوم التنفيذي تاع 14330 يقول لك على اي اتحاديه تريد التحقق او التدقيق في حسابات الرابطه ولا النوادي ما عليها سوى انشاء هيئه مراقبه اللي فيها الاخصائيين هما اللي ينزلوا للميدان. لا ليغ لا كوميسيون تاعكم عندك انت الصلاحيات على كوميسيون كورديناسيون تعرفها؟ قل لي نعطيك لا اعطيني ما هي صلاحيات اللي تقول لي ما عندكش حق. اسمح لي اعطيني قانونيا ما عندكش. اسمح لي ما عندكش القانون ويقول لك ما عندكش الحق كلجنه
بين الرابطات تروح تدقق في حسابات الرابطه. قانونا ما عندكش الحق. سي لي ستاتيو تاع لا فيدراسيون نهضر لك بلي ستاتيو ولا لي ستاتيو فوق ولا لي ستاتيو فوق. الا طلعت لي ستاتيو روح لارتيكل 81 الينيا 3. المشرع الجزائري ياسي بهلول نقول لك المشرع الجزائري يمد لك يقول لك دير خبراء في لجنه واسمها لجنه المراقبه. لماذا؟ لانه الانتخابات في جميع فيدراسيون يقدر يطلع لك اشخاص ومن حقهم يكونوا في البيرو فيدرال، لكن ما عندهمش المواصفات في القانون في الايكونومي ما يقدرش. الدور تاعكم اسمح لي نكمل لك القانون. نهضر بالقانون. الدور تاعكم كلجنه انك واش دير في البيرو فيدرال تقول تحط برنامج باش ما تبانش باللي تصفيه حسابات في البيرو فيدرال وتعلنوا عليها. قال انا رئيس اللجنه تاع العلاقه بين الرابطات هاو البروغرام تاعي انا نروح ندقق في 48 ولايه صحيح. من حيث الحسابات. ومن بعد واش تكلف انت ترسم السياسه تكلف اللجنه اللي لازم ديروها. اللجنه اللي هضر عليها لارتيكل تاع الين 3 ديروها فيها الخبراء تكلفهم ويهبطوا للرابطات ويعطوا لك لو كونتروندي. ما يعطوهولكش ليك مباشره يعطوه للامين العام. معليش هذا هو الاجراء. سي بهلول ما تفتكرش استنى وحيد ما تفتكرش وحيد خويا. شوف نقول لك حاجه ما كانش واحد ادرى بدواليب تاع الرابطات كيما رئيس رابطه. ما نقولكش انا اسمح خليني نقول خليني نقول ما تقوليش ما عندكش حق. ما تقوليش ما عندكش حق. ما عندكش الحق. القوانين رافع القوانين صح. بصح القوانين في وقت صغير كنا ندوا بها لان قوانين موضوعه. لكن كما انا اللي فاهم في واحد لما تغير قانون لازم تجوز جمعيه عامه. كاين قوانين تمشي بها. لطالما رافع كان هنا نقول على قانون الخبره اللي كان يقول لك هو اللي نصب رؤساء الرابطات بقانون الخبره اللي داروه. فو ما كانش هذاك القانون. انا تاع لي ستاتيو يا كامل انا تاع لي ستاتيو فقط سي بهلول يرد فقط. سي رفيق من فضلك تفضل سي بهلول ثم نعطيك الكلمه. عبالك حاجه احنا ما وصلناش للجانب المالي. انت قراي تهضر لي الكونترول فينانسيي لازم دي اكسبيرون كونطابل ولا حاجه. احنا المعاينه تاعنا في كيفيه تسيير البطولات احنا لقينا احنا كي نروحوا راح نشوف لما ربما جاك شخص هنا يتكلم على ما يتكلم. هل تتكلم على الاموال تتكلم على الاموال تاع الشلف ما تكلمش الرابطه كذا وكذا. صحيح. هي البطولات لان البطولات احنا نروح نعاينوا كيفيه تسيير البطولات. هل هناك حقيقه تاع لي زومولوغاسيون تاع ليصاد هل تعملوا في اطار منظم. هل الاشياء الاخرى فيما يخص اعتناء بالمقابلات تلعبوا ولا ما تلعبوش. هذو المراسلات اللي تهضروا على الفساد. اسمح لي اسكو درت ان بلون داكسيون كاين رفيق واحد سي بهلول. الفساد هناك فساد مالي وهناك فساد ميداني. ماهوش بالضروره الفساد عنده جانب ولكن شق مالي فقط. يا ناس اللجان يا ناس اللجان ديال لا بوليتيك. كاين اللجان وكاين المديريات. ما تقول لي انت القانون كمال قديم ولا ستاتيو بصح يقعد شامل. كاين اللجان دير لا بوليتيك كاين المديريات تنفذ. انت يا سي بهلول خليني نكمل لك يا سي بهلول. ما يحاربوا الفساد ماشي مليح نخلوه كيما كان يا كامل كيفاش نهضر معاك انا دوكا واش حبيت نحوا القانون تولي فوضى. حبيتوا الفوضى يا كامل نهضر بالقانون دوك اللي ميتريزي القانون يهضر معايا اللي ما ميتريزيش يقول لي ما ميتريزيش. هذا قانون داروه الناس كيما انت وانا ماشي قانون هذا نورمال. لا قانون يطبق ماشي قوانين في ديسمبر راح تبدل. انا نتفق مع رفيق وحيد. هناك قانون حبيت تغيروا كاين جمعيه عامه استثنائيه. علاش كي تغير القانون بكري ما قالوش لازم يكون جمعيه استثنائيه داروا بدلوا يا ياسين يا كمال انا كي كنت في البلاطو تاع النهار وعندكم تسجيلات نهار لاسومبلي جينا وكنت انت طرف عضو فيها يا سي بهلول كي دوموندكم راهو تنازلوا على الصلاحيه التشريع للمكتب الفيدرالي وافقتوا. واحد معترض وانا ندت بهديه. ثانيا القوانين اللي داس عليها راهو انا كنت اول واعوذ بالله من كلمه انا من نتكلم ما تعطونيش انا الدروس. انا عندكم تسجيلات وجيبوهم. انا ندافع على القانون يا ناس. حبيتوا عندكم مشكل مع القانون بدلوه يا ناس بدلوه. باسكو اسمح لي على المشرع كي يعطي لك هذه الخصوص لازم نحترموها. كاين عيب في القانون نبدلوه بالطريقه القانونيه. ما تقوليش انا رئيس مانيش نشكك في قدراتك ولكن المديريه تنشا هيئه مختصه في المراقبه تعطيها التعليمات. هي تهبط للميدان لو كونترول تعطيه الامين العام. حتى نافونسي في النقاش فقط سي بهلول. راح نعود لك كمال مهوي في نفس السياق. يعني نلاحظ انه تحركات محموده لمحاربه الفساد على مستوى الرابطات بغض النظر عن قانونيه هذا الاجراء او عدم قانونيته. أنا ترى أنه نشوفوا أنه هناك تصفية يعني نوعا ما لحسابات على اعتبار أنه الرابطات ولا الأسماء اللي بدات تطيح هي الأسماء اللي تحركت للإطاحة بزتشي والمكتب الحالي.
اكيد يا حسين انه لما نشوفوا التحرك كما قال لك مع اول رئيس هو رئيس رابطه قسنطينه السيد هامشي اللي صارت عنده محاوله وسي بهلول اللي كان وراء الافشال. كانوا ثم بهلول وكانوا ثم كاع شافوا الطريقه كيفاش كانت. اظن انه الان راهو الحاجه اللي بمعنى تصفيه حسابات، ماشي تصفيه حسابات اكيد، لكن لما يلحقوا لرابطات واحده اخرى راح يطيحوا. كمال ما هو السؤال واضح، نعرفوا انه اغلب الرابطات فيها فساد كاع. لماذا بدينا في قسنطينه وبجايه فقط؟ يا سيدي بدينا في خنشله وحلينا رابطه خنشله، ودرك جمعيه عامه انتخاب بدينا في خنشله. التحقيق الاول تعمل فيه خنشله وقرار تاع مكتب فيدرالي حل رابطه خنشله، ودرك درنا جمعيه عاديه وراح انتخابات يوم 16. كان غير خنشله وقسنطينه كان إليزي تعملت إليزي. لان نقول لك حاجه كما يقول اخ رفيق، ما حبيتش ندخلوا في الديتاي خويا رفيق. لان مشروع تاع المراقبه تاع الرابطات راهو عندها امام المكتب الفيدرالي راجع اجتماعات تاع المكتب الفيدرالي، حتى النزول الى الرابطات راهو معمول بدون وراح نلقاو رابطات في اداء حسن، راح نقولوا الناس هذما راهم اداء حسن. احنا راح نرافقوا الرابطات باه نوصلوا سي اخويا وحيد الى تسيير احترافي، لان ما يخفاش عليك بان الرابطات اليوم نتهموا كل في الرابطات اليوم راهم محايد، ما عندهمش حتى مقر، عندهم غرفتين اللي يديروا اداء فيهم تاع التسيير الاداري، وهذا غير معقول. بمعنى انه المهام تاعكم ليس فقط محاسبه حتى تحسين. لا هو مرافقه الرابطات في جميع. انا نقول لك درك اليوم الحمد لله، وهذه تكتب على المكتب الفيدرالي 10 رابطات راهم طلعوا عند وزاره الشباب والرياضه باش يسدوا لهم المبلغ تاع المقرات تاعهم. اي كاين مشكل. احنا علاه رحنا درنا احنا. بمعنى في العهد السابق سي بهلول ما كان ادنى اهتمام بالرابطات، شوف كانوا الدولات وحدهم، كل واحد داير الدويله وحده. انا نقول لك ونهضر لك من اساس تنظيمي. هل الرابطات عندهم هيكل تنظيمي ليزورغانيغرام؟ ما كانش. هل الرابطات عندهم سلم تاع الاجور؟ ما عندهمش. هل الرابطات يعني من غير المعقول مهما مؤسسه كما تاعكم كم يكونش هذا من الهياكل موجودين محترمين ما تقدمش مهما مؤسسه تفشل في المسار تاعها. جو بوز لا كيسيون سي فو بلي مسيو عمر. وانا معاك انه العهد السابق راه اهتم بالمنتخب وهمل بقيه يعني وهو الاساس البطوله والرابطات والبطوله الهاويه. جو بوز لا كيسيون، انت كنت عضو في المكتب في الجمعيه العامه، انت وسيغوتي وكوسا كنتوا اعضاء باكيري، كانوا من الجماعه اللي طلعوا هل رفضتوا يدكم برك باسكو عندكم الحق تدخلوا الجمعيه العامه؟ انا حضرت جمعيات عامه وكنت نشوف كومي لا ترى لا بوست. هل نطوا قلت يا سي راهو راك غلط وهملتوا يعني الرابطات الولايه والجهويه؟ وانا اللي حضرتهم عمري ما سمعت تدخل من هذا النوع. سي وحيد اتمنى او ربما او يسمع السيد رئيس الفيدراليه بكل احتراماتي ليه، انا كنت نراسله. هو كنت اسمع الفضاء تاع الجمعيه العامه، الفضاء اللي يعطيك القانون الحق فيه تتكلم. انا كنت نراسله وكنت نقول له في اشياء اللي ربما كنا نتكلموا فيها انا وياك فيما يخص الحسن التسيير حتى على الفريق الوطني ولا اشياء اخرى. انا ما كنتش ربما والجميع ونزيد بالادله، انا ما كنتش تاع نصفق. لكن لما تكون في جمعيه عامه، هل يعني كي نهز انا ايدي وحدي وش يعني باه نخرج انا ثم لان وكان بهلول هو غير انتحار؟ لا تمام انتحار مش انتحار. لكن اسمع انا لومني في حاجه. انا هل انا في الجمعيه العامه الاخيره نقول لك واش صرا وخير الدين رئيس الفيدراليه وعلى باله. انا كي خرجنا من الجمعيه العامه عيطت الرئيس الفيدراليه قلت له نطلب لك الاعتذار من كل رؤساء الرابطات اللي هزوا الوحده هذيك. قلت له ما هيش عمليه تاع واحد، قلتها له رغم ان ما عباليش به كان راح يترشح ولا ما يترشح، لان انا شفت باللي راهي ماهيش من المعقول ان نوصلوا للدرجه هذه. في البدايه سي بهلول قلت لك في البدايه شوي اونات في الكلام تاعي، قلت لك كنت نتكلم معاك كي كان راه اون بوست وكنت نعرف الموقف تاعك من راه من السياسه تاع راه، ولكن هو كان غير راضي على السياسه. كنت غير راضي لكن ما توقعش منه انه ينتحر في الفضاء تاع الجمعيه العامه. انت وكوسا وقوتي اللي راكو دوكا وباكيري
ما تكلمتوش نروح لك بعيد. جاهز رفيق واحد انت جمعيه عامله 122 عضو ولا تتكلم في 2 ولا 3 يعني من الناس اللي من 2011 عطاو الحق تاع التشريع للبيرو. خلينا حتى نروحوا القضيه الثانيه. جاهز بزاف باش نقول لك انا لا كريديبيليتي تاع البيرو فيدرال تنقص يا ناس. جاهز بزاف كان مع المكتب السابق دافع على مشروع الفندق كي ولا مع زاتشي ولا ضد مشروع الفندق هو اللي راح يقنع الجمعيه العامه باش يلغيوه. سا سو ني با نورمال. راح نواصل الحديث على الرابطات. خلينا فقط نروحوا للقضيه الثانيه وهي ترشيح نائب رئيس الفاف للمكتب التنفيذي للكاف. هل هو الخيار الصائب ام خيار خاطئ على اعتبار انه ما عندوش خبره؟ البعض يرى انه بشير ولد زميلي ليس الشخص المناسب للترشح لعضويه المكتب التنفيذي للكاف. خلينا نتابعوا هذا التقرير ثم نعود النقاش. بشير ولد زميرلي ممثلا وحيدا للجزائر في انتخابات اللجنة التنفيذية للكاف، ترشيح غريب غرابة العلاقة بين نائب رئيس الفاف وكرة القدم. فولد زميرلي صاحب الخبرة الشبه معدومة سيكون منافسا على مقعد جديد لمنطقة شمال إفريقيا إلى جانب رئيس الاتحاد الليبي الجعفري ومرشحين آخرين قد تحملهم الأيام. كل هذا يأتي رغم فشل ولد زميرلي في تأدية مهامه كمسؤول عن المنتخبات الوطنية، بالإضافة لخسارته أيضا في انتخابات المحلية حتى على مستوى حيه وولايته، ما يطرح أكثر من علامة تساؤل عن صحة قرار هذا الترشيح. أعتقد أنه حديث النشأة في التسيير والحظوظ تاعو راح تكون شبه منعدمه، لانه الامور هذو تتحكم فيها عده عوامل، تتحكم فيها الكواليس، تتحكم فيها العلاقات المتشعبه والمتواصله مع هذا الوسط الكروي. بالتالي اعتقد انه راح تكون المهمه صعبه وصعبه جدا. ترشيح ولد زميرلي وإن تم على حساب رئيس الفاف خير الدين زاتشي الخائف من خسارة الانتخابات وتلقي ضربة جديدة، إلا أنها جاءت بعد تلقي مالك نصر حسين داي لضمانات في تزكية ملفه لدى الهيئة الإفريقية. بحكم ربما بين قوسين الصداقة ولا العلاقة بينه وبين رئيس الاتحادية السابق محمد روره، واعتقد انه ربما يكون انه تلقى ضمانات من عند الرئيس السابق لمساعدته لنيل العضوية. لكن المنافسة راح تكون صعيبة مع الليبي اللي عنده علاقات جيدة مع الجيران تونس والمغرب وحتى مصر. وبين غرابة الاختيار وإمكانية صنع المفاجأة، يبقى الشيء الأكيد أن اسم ولد زميرلي لن يضيف الجديد للكرة الجزائرية في إفريقيا حتى في حال نجاحه، ففاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه. كمال مهوي، فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه. هل ترى أنه بشير ولد زميلي هو الشخصية المناسبة؟ البعض يقول لك، ولا كما جاء في التقرير يقول لك هو فشل حتى في انتخابات الحي تاعو، راح يكون مرشح لتمثيل الجزائر في المكتب التنفيذي الكاف. هل ترى أنه باللي زتشي أو الوزارة كما يقال الوزارة أخطأت في الخيار؟ اكيد مبدئيا نشوفوا انه الاختيار خطا، ولو انه ما نجحش ندخلوا في المستقبل شهر فبراير اللي راح يكونوا الانتخابات. يقال انه سي بشير ولد زميرلي اعطى ضمانات لرئيس الفاف بانه يملك صداقه مع رئيس الاتحاد السابق محمد روره حتى يساعده في انتخابات الكاف اللي راح يكون منافسه مع الليبي جمال الجعفري. كمبدئيا نقولوا اختيار خطا، لانه بشير ولد زميرلي لاول مره راح يحضر اجتماع تاع الكاف، ولا راح يشوف في هيئه دوليه، ولا راح يحضر اجتماع لانه سبق ويشارك في بطوله الكاس العرب في مصر. ما يعرفش لما حتى هذا الشخص حطه في كاس، حطه في الندوه وحتى كان ينجح ما يقدرش يعني يمشي الامور. لا ينجح، ينجم يتعلم وينجم يمد الاضافه. خلينا لا ننجح الا كان عنده دور، لكن حتى لو تحطه في الانتخابات ولا واحد راح يعرفه، لانه ما عندوش حتى اصلا 5 سنين باش يكون عضو في المكتب الفيدرالي. هو وجوده في المكتب الفيدرالي الجزائري تجاوز على القانون، لانه لا يملك 5 سنوات خبرات تسيير في نادي الجزائري مثل تنص عليه تشريع القوانين باش ينتخب. الان دوسنا على القانون في الجزائر، وربما راح نحاولوا ندوسوا عليه مرة أخرى في إفريقيا لترشيح بشير ولد زميرلي، لأنه ما يقدر يجيب لك والو. رفيق واحد في نفس السياق، هل ترى الطرح اللي قالوا كامل والأخبار المتوالية على أنه بشير ولد زميرلي
قنع ممكن رئيس الفاف والوزاره على انه سيحظى بدعم رئيس الفاف السابق محمد روراوه. وسؤال ثاني في نفس السياق، اذا كان روراوه عنده قوه لماذا ما نجحش هو سابقا في المكتب التنفيذي للكاف؟ سؤال اخر يطرح كذلك. اكيد. شوف في البدايه انا نشوف بشير ولد زميلي اللي ما كانش عمره ما كان في لجان الكاف، ما عنده حتى يعني ورقه يلعبها باش يترشح الا روراوه. مانيش شايف حاجه واحده اخرى اللي تخلي لكن روراوه اتضح الامر انه ورقه خاسره. خليني نكمل لك. يعني الضمان اللي عطاه للفيدرالي ولا الوزاره ما يقدرش يقول لهم انا نعرف، ما يعرف حتى واحد. يقدر يقول لهم نعرف روراوه، هذه نقطه اوكي، ما عنده حتى. ثانيا باش نقول روراوه كل اعضاء المكتب يعرفوا روراوه، ماشي مشكل. لا هو قال صديقي، لانه روراوه ربما يعني لو كان رشحوا مثلا رشحوا صادي كان قاعد يقول لك روراوه صادي نعرف روراوه وانا قديم في لاكاف قرباج لا ميم شوز. جوري سويتي رشحوا سرار مثلا عنده تمرس ويعرف شو افريقيا، يا با بروبليم. هذا واش عنده ولد زميلي، واحد ما يعرف ولد زميلي ما يقدرش يجيب لك كولد زميلي، ما يجيب حتى اضافه، يدي غير صوت الجزائر. النقطه الثانيه، شوف بجميع الجمعيه الانتخابيه تاع ونيفو لاكاف ولا في لي زانسونس كاملين كاين العلاقات وكاين المصلحه، تخرج على زوج هذه المعايير ما عندك حتى حد تهضر معاه لا ما تقولوش والمال. يعني المصلحه فيها المال فيها كل شيء. تخرج على هادو ما تجيش يقول لك والله غير سي بهلول الناس ملاح وعنده بروغرام ما يستعرفوش بيه في لافريك. اون 2011 راوا كي طلع ما طلعش بالبروغرام، طلع بالنفوذ بالعلاقات بالمصلحه دعم على جميع الاصعده باش اليوم تضمن. باسكو اليوم واش معناتها تكون في المكتب التنفيذي تاع لاكاف، يعني تقترب من مصدر القرار، يولي عندك نفوذ. كي يولي عندك نفوذ تقترب من مصدر القرار تولي قوي على الصعيد الافريقي، تضمن انه على ليميت ما يحقرولكش المنتخبات الوطنيه تاعك والنوادي تاعك والحكام تاعك. اوكي، هنا كاين صراع بين عده بلدان قويه. لاكاف اليوم تحت سيطرة المغرب كيش دارت حركة الآلة الدبلوماسية، الدولة دخلت معها، ربطت علاقات اقتصادية مع عدة بلدان إفريقية. كل الثقل تاع المغرب حطته في لاكاف باش تعلق جعلق صافي 5 كونارير. واحد ما يعرفه كان شغل ولد زميلي في الجزائر، ولكن هو حاكم خزينة تاع الملك، والدولة حطاته على راس الفيدرالية ثم دفعاته باش يكون في لاكاف او بوان كرياو تروازيام بوست تاع فيس بريزيدون ولقى حاكم اللجنه الماليه. في النهايه راهو في هذه المعادله الصعبه اليوم اللي دا 7 اصوات من مقابل 41 صوت امام لقجع اللي واحد ما يعرفوا، يعني التاثير تاع المغرب كان قوي. راهو ما يقدر يدير له بعلاقاته حتى شيء، ما يقدرش يضمن له صوت ولا صوتين ولا 3 ولا 10. عنده علاقات يمشي مع اهالي ابو ريده 2 3 با بلوس اللي فوتاو على ليبوك 7 فوا اللي داهم راوا. العلاقات 7 اصوات ممكن هو اللي يديهم 7 اصوات يونكور ينقصوا 7 اصوات وينقصوا ما يفوتوش عليه، ما يقدروش يفوتوا عليه. اليوم راوا عنده علاقه باش كاين نيونس هنايا. راوا سي فري يعرف احمد وصديقه كان على ليبوك راوا يحميه. احمد حافظ على علاقه الصداقه مع راوا با بلوس. كي تدخل في المصلحه الشخصيه يقول له انا ما نمشيش معاك، ما نمشيش مع ممثل الجزائر، انت ما وقفتوش معايا، وقفوا معايا المغرب، نفتح جبهه صراع مع المغرب على جال مرشح تاع الجزائر. من الصعب جدا اليوم انه راوا يضمن مقعد لبشير ولد زميلي او اي عضو وحتى انه راوا يعني بين قوسين وفقا لمنظور احمد حمد خانوا على اعتبار انه وقف مع حياته انذاك. للاسف الوقت الحصه انتهى. سي بهلول لو تعلقنا على ترشيح بشير ولد زميلي هل تراه الخيار صعب؟ لا الخيار هذا واش لقيته؟ لا هذا لا عضو مكتب فيدرالي. ونزيد الغريب في الامر ان كل يحبوا يحكموا علينا في اقصى وقت لازم ننجحوا في كل شيء. انا نقول لابد ان نمشيو مرحله واش في 6 اشهر لازم نديروا كلش. دركا بدايه نخفقوا معليش مازال الوقت باش نجم نخش في دواليب صحيح باختصار. على ما راحش زدت شي ولا ما رشحتوش واحد عنده خبره. هذا سي لانتيري ناسيونالي سي بهلول. يكون درتو سرار، درتو قرباج، درتو صادي، درتو واحد اللي عنده يعني خفيف عنده علاقات يعرفوه، يعرف شويه الفوتبول. درتو واحد انكونيتو الفوتبول وما يعرفوش. لا ماهوش الرؤيه اللي شفتوها لو بوست شفتوه ان بوست بانال ماهوش غير معروف. لا هذه انت تقولها غير معروفه غير لا سي بهلول اسمع احنا مع احتراماتنا للشخص لما تكون الكواليس كما كنت تقول فيها تجيب وتجيب ما ينجحش، تجيب سرار ولا واش تجيب. لما تقول كاين كواليس معايا درك احنا بدايه جبنا اخ ولد زميلي يترشح عضو مكتب فيدرالي من حقه ان يترشح. معليش درك تقول لي انت تحكم لابد حاجه للمكتب فيدرالي يديرها لازم ينجح ولا هذا مكتب فيدرالي ضعيف. هذا واش نسمع منك انت. لابد مهما حاجه
اللي يعملها يحب يعملها المكتب الفيدرالي لابد تحكم عليه النجاح ولا؟ انا نعطيك بالقانون. انا واش تقول لي؟ انا لانتيري ناسيونال. هل انت في 8 اشهر نجيبوا عضو نخشوا في الدواليب تاع الكونفدراليه الافريقيه؟ يعني انت في 8 اشهر الناس باش تكتسبوا صحيح مناصب مناصب صحيح تقول لي حتى في السابق يا اوكان بروبليم مي مسيو بهلول ما تتحمش يعني ما انا نقول لك جو بار ماكرو انا يهمني الانتيري ناسيونال. انا سي فري تقدر تدخل وتخسر مي نخسر افيك دي فوا خير من اون سول فوت على الجيري سي با نورمال. اسمع وراحوا جماعه ممكن تحدث المفاجاه وراحوا جيسبر نعت لي اعطيني اللي كانوا في الدواليب تاع في اللي كان اعضاء قبل وين نجاحات اللي كان ما سمعناش حتى واش داروا في الواحد. جو بار دو يا سي بهلول ايجابي ولا مش ايجابي؟ انا نتكلم على البيرو في البيرو اكزيكوتيف راه كي كان في البيرو اكزيكوتيف قلت بالك ما كنت انت حاضر ما قدم حتى خدمه للجزائر خدم صورته ونفسه في اللجان القويه ما دخل حتى واحد في المديريات القويه ما دخل حتى واحد في الامن العام ما دخل حتى واحد لكن يقعد وجود جزائري في المكتب التنفيذي يخليه قريب من مصدر القرار. للاسف الوقت انتهى. رفيق وحيد شكرا جزيلا. كمال المهوي شكرا جزيلا. السي عمار بهلول بارك الله فيك وشكرا على هذه التوضيحات. ان شاء الله في فرصه اخرى نتحدثوا اكثر بالتفصيل لان خاصه موضوع الرابطات موضوع شائك على اعتبار انه هو اساس الكره الجزائريه. شكر الموصول للجمهور الرياضي الجزائري الكريم.